الحياة هذه صعيبة بزاف بلا يمات، بصح الموت سنة الحياة والمكتوب ما علينا غير نرضاو به. بصح واش رايك لو كان نقول لك باباك هو اللي قضى على حياة يماك؟ صعيبة بزاف. قصتنا هذه هي تاع اليوم قصة حسام. وحسام طفلة ماشي طفل، مع انه اسمها اسم طفل. وعلاش اسمها حسام وعلاش باباها قضى على حياة يمها راح نعرفوه في القصة تاع اليوم. هذه القصة مصنفة ضمن قصص الرعب لأن فيها أشياء مخيفة، ونزولا عند رغبة عديد من المتابعين اللي شحال من خطرة طلبوا مني أني ندير قصص رعب. راني فتحت قناة مختصة لهذا النوع من القصص، فيها قصص رعب وملخصات ملخصات أفلام، واسمها القناة لبنى للقصص 2. ماذا بيا تابونيو فيها، يعني اللي حب هذا النوع من القصص يابوني فيها ويتبع القصص اللي راهم جايين إن شاء الله. واللي يحب القضايا الاجتماعية كما تاع لبنى القصص اللي راكم تعرفوها يبقى مابوني فيها. واستناوني العشية على 9 بتوقيت الجزائر بالقصة الجديدة، قصة حسام. شكرا.